السلام عليكم يا شباب، جيت لكم بانمي جديد وهيعجبكم من الاخر. بس قبل ما نبدا الحلقه متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، تعمل لايك وسبسكرايب في القناه ويلا بينا. نبدا الحلقه واحنا بنشوف واحد بيطير في الجو وباين انه لسه واكل على سخنه، وبنشوف الاربعه اللي هنضرب. واحد بيقول انت بقيت احسن خلال السنتين اللي فاتوا، والتاني بيقول وكده مش هيكون قدامك مشكله في اختبار الرتبه ايه. في الحقيقه انا قلقان اكتر انه يدمر ساحه القتال. بيقول انا لسه بعيد عن مستواكم. وبننتقل لمدينه جميله وبنشوف ان المبدأ اللي ماشي عليه المدينه غامر واسعى ورا احلامك وانت شاب، ومع ذلك بيكون في بالغين مش بيتخلوا عن احلامهم. وبننتقل لنقابه المغامرين وبنشوف صاحبنا وهو راح يقدم، فموظفه الاستقبال بتفتكره وتقول ريك سمباي انا لسه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ فبيقول لها معلش الذاكره على قدي، انا استغربت لما استقلت فجاه من غير مقدمات، ولكن اتفاجئت اكتر لما عرفت انك بقيت مغامر. عارف صعب حد يصدق انك تبدا مغامر، لان المفروض الناس بتبدا كتلاميذ رتبه اف في سن المراهقه، وبعد سنتين بيبقوا مغامرين مبتدئين من رتبه اي. بالمناسبه سمباي، ايه اللي كنت بتعمله خلال السنتين اللي فاتوا؟ والله ممكن تقولي كده كنت معتكف في الجبال وبتدرب مع مغامرين كبار. وبيجي واحد شارب كله ويقول بقول لك يا هنسه فاضيه النهارده؟ فبتقول له لا انا شغاله دلوقتي ويلا ورينا عرض كتافك. فبيقول لها هو في حد يا ابله لاقي شغل اليومين دول؟ فبتقول له ما تحترم نفسك يا راجل انت. فبيمسك ده ويقول لها بقول لك ايه، انت هتنفذني اللي بقول لك عليه. فريك بيقول له هدي نفسك شويه يا صاحبي، وبيمسكه يحط ايده على بطنه وبيقول لها ما تلاقيش انا متعود على الاشكال دي لما كنت شغال كاتب في النقابه. والراجل بيغمى عليه فبيقول شكله تقل في الشرب. حكمة اليوم بطل شرب وارجع لربنا. بتقول له افتكرت تذكرة الاختبار، اتفضل ربنا معاك في اختبار الرتبة ايه، شكرا ليكي. انا الرقم 4242. طب يتصدم ان الرقم ده سيء الحظ وبقى مرعوب اكتر. بتيجي واحدة وتقول له ايه اخبار التسجيل؟ فبيقول اسف على التخيل يا رينيت، انت عارفة بقى شباب اليومين دول عندهم امال واحلام ومفكرين انهم يقدروا يكونوا اللي هم عايزينه، ولكن دي من عند ربنا، انت بس اسعى. وبنروح للراجل الغلبان وبنشوف ان ايد ريك علمت على الدرع بتاعه. بتيجي ناس وتقول ده ديمولد مغامر سابق من رتبه ايه ومطلوب بتهمه الاعتداء. وبننتقل لمشهد تاني وقت الاختبار. اكتب عندك يا ابني 174 سنتي. ايه ده ثواني 32 سنه؟ وشكله كده لو سمحتوا كل واحد يحط ايده على البلورة وهيطلع منها ضوء يقيس الطاقة السحرية اللي عندكم. وبيبدأ كل واحد فيهم دي موجب دي سالب جي موجب، ويجي الدور على ريك بيحط ايده فبتظهر بقعة وتختفي تاني وبيبقى اف سالب. فبيضحكوا عليه انه اقل واحد فيهم، ولكن بنشوف بعدين ان البلورة انكسرت. الاختبار اللي بعده هو انك هتوجه قوتك بضربة واحدة على الحقيبة الهلامية وساعتها هتقيس قوتك. وما تقلقوش عندها القدرة انها تمتص الهجمات القوية، فما تترددوش. بيفتكروا ان ابو عضلات اللي بيدربه قال له بغض النظر عن السلاح او السحر اللي ممكن تستخدمه اهم حاجه هي جسمك. لو قدرت تدمر الحقيبه الهلاميه الذهبيه فاعرف ساعتها انك بنيت جسم تقدر تعتمد عليه. استنى ثواني ذهبي ايه؟ انا ما اقدرش ادمر بايدي الاتنين حاجه بقوه اسناني التنين. فبيقول له المفروض ده امر بسيط للمبتدئين. في حاله انك كنت مستغرب وبيتدمر الحقيبه الهلاميه بسهوله، انا اقدر ادمر 200 دفعه واحده. ومن ساعتها وهو بيتدرب على الحقيبه الهلاميه الذهبيه. الموظفه بتقول دلوقتي رقم 4236 اتفضل. فبيتأتم ويضرب الحقيبة برجله. سحر التعزيز حلو مش وحش. ودلوقتي رقم 4237 اتفضل. فبيقول جه الوقت علشان اظهر لكم قوتي. وبيتفاخر فبيقولوا ده الابن التاني للدك وعنده 11 سنة بس، ولكن عنده سحر من الرتبة جي. جاهزين تشوفوا القوة وتحسوا هيفجر المكان، ولكن بتكون كرة نارية صغيرة. انا بقول كفاية عليكم كده. ريك بيقول هو ده فعلا سحر النار من الرتبة التالتة؟ وبيفتكر لما كان بيتدرب مع واحدة من المجانين الأربعة، ساعتها كان كرة النار كانت بتدمر الجبل بحاله. وبيجي الدور على صاحبنا. الموظف بيقول له استنى، انت بدأت كمغامر في سن ال30، هو الكلام ده صح؟ بيقول له صح، لو ما اتدربتش سحرك وانت صغير ما تتوقعش انه يزيد بعدين، وكمان نتيجة ساعتك السحرية سيئة جدا، فمن مصلحتك انك تستسلم دلوقتي. هم عندهم حق، ولكن بيفتكر لما كان بيتدرب مش هستسلم انا لازم اكمل. وبيستعد انه يضربها وبيضرب الحقيبه الهلاميه بسهوله، والكل ساعتها بيكون مصدوم، هو كمان بيكون مصدوم وفكر انها كانت بايظه. بيقول الطفل هو ده هيبقى اسمه مين الراجل ده؟ وكمان سرق الشهره مني، ولكن مش مهم لان تخصصي الحقيقي هو سحر الدفاع، وساعتها هوريك قوتي الدفاعيه. ولكن بيكونوا مصدومين برضه في سحر الدفاع، وبيكون المدرب يا عيني تعبان وبيقول له عاش عليك يا رقم 4242، ودلوقتي هعلي المستوى سحر طبيعة من المستوى 5، بستخدم سحر دفاع قوي المرة ديت. فبيرد عليه ويقول له والله مش عارف اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش استخدم غير المستوى الاول من سحر طبيعة في الهجوم والدفاع. يقول له ايه ازاي وتقدر تتحكم في سحر
مشاعرك بالدقة ديت تمام، انا مش هتساهل معاك المرة دي. وبيجهز تعويذة قوية وبيضربها، ولكن الحاجز بينكسر والباقيين مصدومين من اللي بيشوفوه. بيشوف واحد من فرسان المملكة من الدرجة الأولى واسمه سيلفستر اللي حصل، وبيروح للمكان وبيقول ايه الانفجار اللي حصل ده ما كانش ضمن الاختبار. بعد ما شرحت له الموظفة فبيفهم اللي حصل، وانه مغامر من رتبة اف عمل كده وبيمتحن الاختبار الورقي. وطبعا علشان صاحبنا قضى 14 سنة في النقابة ده امتياز ان شاء الله. بتسأله رينيت ايه الاخبار الامتحان الورقي، بيقول لها امتياز طبعا. بيجي الطفل ويقول انت يا عم انت انت طفل المعجزة. نو 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 نو، اسمي فريد ديارموت ومفيش حرف نو 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 في اسمي. طب عايز ايه يا مسكين؟ انت تايه، ما تقلقش ما تقلقش، ادور لك على اهلك. انت هتستظرف معايا؟ كنت بتفاخر في الاختبار وبأدي كويس، ولكن انت ثواني، انت بتعيط؟ انا ما اقصدش ده. بتيجي اخته وتقول انت يا زبالة، انت اللي خليت فريد يعيط. اسمي انجيليكا والبنت الكبيرة لعائلة ديارموت. اختي الراجل الاربعيني ده اتنمر عليا. فبيتصدم من اللي سمعه، الو انا لسه في الثلاثينات. فبترمي الجلافز بتاعها وتتحداه في مبارزة، ولكن هو مش مركز بيشيل القفاز بتاعها. وبتقول له رينيت كده معناه انك وافقت يا غبي. وبننتقل لساحة المعركة. بتقول له كل مبارز ليه شرط واحد لو كسب المبارزة، وشرط هو ان الخسران هيكون خادم للفايز حتى الموت. بتنبهه رينيت ان فرسان المملكة شغلهم حماية مملكة فيليهايم، ورتبة الفارس بتعادل المغامر من رتبة بي، ويبقى مرعوب انه خلاص هيموت. ولكن رينيت بتهديه وتفكره انه قد ايه قوي، وكمان هو عضو من حزب قبضة اوريكا اللي يعتبر الاقوى في القارة. فبيشكرها ويقول لها هرجع قريب. بتبدأ المعركة، تقول له حاول تواكب سرعتي، ولكن في الحقيقة بتكون بطيئة جدا. وبيقول دي اللي بيقولوا عليها سريعة زي الوميض. ايه ده، عرف يتفاداها؟ لا اكيد قرا حركتي. حتى لو قدرت تتفاداها بالصدفة، بس المرة دي مش تقدر تراوغ، ولكن بتكون تاني بطيئة وبتخبط في صخرة وتتشقلب. وبيحاول يتفادى الضربات ويا عيني مصدومة من اللي حصل، ولكن بتحاول تاني وبتبقى بطيئة برضه وبتقع تاني. وبيحاول يضربها وبتكون بعدها مصدومة من اللي كان هيحصل لها لو الضربة جت فيها يا عيني. بيقول لها انا مش عارف قد ايه قوتي ضدك، ولكن هطلع العنان لقوتي. فبتقول له انا بستسلم، وبتنادي على فريد وبتجري من المكان. رينيت بتقول له ان بقية الفريق جاي هنا علشان يعرفوا عملت ايه. وبنشوف ان هم جايين، وباين يا صاحبي اللي هيحصل المرة الجاية مش كويس. بنشوف أليسا بتعلن نتائج الاختبارات التمهيدية، وبتقول إن الطاقة الصحية هتنتقل لتذكرة الامتحان، ولو نورت باللون الأزرق فمعناته إنك نجحت. يجيلي واحد محنك يقول طب لو نورت بلون تاني، أقوله يبقى أنت بطل ومفيش منك اتنين واسكت بقى. وبكرة يبقى الاختبار التاني، هو عبارة عن معركة وهمية. بيكون صاحبنا متوتر وخاف لما ينجحش في الامتحان. فبتقول له رينيت اجمد يالا مالك، ثق في نفسك شوية. فبيقول جواه إنها طيبة وخايفة عليا. فبتقول له لو فشلت هنفخك وتدريبك هيبقى 3 أضعاف. فبيقول أنا كنت عارف إني هموت قريب. تذكرة الامتحان نورت بالأزرق وبتنقذ صاحبنا من اللي كان هيحصل له. فبيقول لها بص يا رينيت نجحت. فبترد عليه بكل برود ألف مبروك. بيطلع من مكان الاختبار وهو مبسوط، ولكن بيشم ريحة غريبة. بنشوف واحد بيقول ازيك يا عسل، تعرف ان في سؤال كنت عايز اسألهولك لما شفتك. وطبعا بيتفاخر انا الابن الاكبر لبيت ديرموت اللي بيحكم الاراضي الشمالية، واسمي راستر ديرموت، وهنسميه راوتر لانه لايق عليه. صاحبنا بيلاقي ان اسمه كبير فبيسميه شمال، هو اللي قال كده مش انا. بيقول لها اسمك ايه؟ فبتقول له رينيت الفل. فبيقول لها وكمان اسمك جميل كرينج موت. صاحبنا حب يشارك في الحوار وانا اسمي ريك. فبيرد عليه مين الكائن اللي طلع مره واحده ده؟ امشي يا بابا العب بعيد. فايده بتنشل من اللي سمعه. بيقول انا خسرت حاجه مهمه جدا، حابه تعرفيها؟ فبترد عليه تقول له لا، ولكن البرد برد يا صديقي. ايوه فهمت انت عايزه تعرفي. في الحقيقه انا خسرت قلبي لما شفت عينيكي، ايه رايك؟ فطلنا تلقى ضربه الكرينج وقناص يغمى عليه من اللي بيشوفه. فبيمسك كده ويقول لها هتجوزك وتبقي الزوجه التانيه كمان يا جاحد كرينج وخاين. فبيتدخل ريك ثواني يا صاحبي. فبيرد عليه يقول له راجل عجوز في الاربعينات زيك يتدخل ليه؟ بقول له ازاي وهي حبيبتي؟ ما ينفعش اسكت لما حد يعاكسها قدامي. لا راجل يا ريك. بأمرت لما مسك ايديها. فبيضحك ويقول له انت تيجي ازاي دي؟ وبيلاقي انه بيمتحن اختبار الترقية. فبيضحك ويقول انت مبتدئ برتبة اف في سنك ده؟ لا اكيد بتهزر معايا. فبطلنا عشان يفعل المرة اللي عندنا. فبيقول له طب ما انت عندك 25 سنة ومتأخر جدا برضه، فعلا عضلات بالعقل. فبيقول له وكمان حمار مش عارف تحدد قوة الشخص. انا وصلت للرتبة ايه لما كان عندي 14 سنة، ودلوقتي انا في الرتبة ايه وانا اللي همتحنك في الاختبار تاني. المعركة الوهمية. فبيوريه البلورة عشان يثبت له، ويقول له امشي من هنا بقى يا كوكو، ودلوقتي يا جميل سيب الراجل ده وتعالي نتعشى بره مع بعض. فبتقول له اسفه مش هقدر اقبل عرضك لان زي ما انت شايف ده راجلي. فبيقول لها ايه وهو مصدوم. فبترد عليه وكمان ريحه البرفان بتاعك رايحه في المكان. ايه ده هي الريحه دي منك؟ فبيقول له لو انا بقيت الممتحن بتاعك بكره فاحسن لك تكون مستعد، وساعتها هوريك الفرق في القوه ما بيننا. فريك بيقول اهو ده اللي كان ناقصني، اتمنى ما يكونش الممتحن بتاعي. بيبعد عن رينيت لان بطلنا مؤدب. بيقول لها اسف اني قلت انك حبيبتي. فبتقول له لا في الحقيقه ده فرحني ويساعدني ان اخرج من الموقف اللي اتحطيت فيه.
فيه. وصاحبنا مكسوف اول مره بنت تقول له كلام حلو. بيكون راوتر متجنن وقاعد بيسكر لان البت زحلقته. بيجي تاني يوم وبتقول له رينيت عاملهم بالراحه، فبيقول لها ليه انا اللي مضطر اتعامل معاهم بالراحه. لغايه دلوقتي صاحبنا ما يعرفش ان اقوى واحد. فبقول لها هعمل ايه لو امتحاني شمال. بيجي واحد بيقول اكسكيوز مي، هو انت ريك؟ فبيرد عليه ايوه انا. ليه؟ فبيقول له اتشرفت بمعرفتك، اسمي لينكس وهكون الممتحن بتاعك في الاختبار. فبيقول له بجد؟ ده يوم سعدي. فبيقول له ايوه لاني هشرف على الممتحنين اللي فوق الرقم 4200. بيكون مبسوط جدا لانه مش هيواجه راوتر. بيقول له ولكن انا اتفاجئت بحاجه، هو انك تغير وظيفتك من موظف استقبال الى مغامر في سن ال30. فبيرد عليه عارف اني بدات متاخر ولكن. فبيقطع كلامه ويقول انت عندك عزيمه قويه، انت الهمتني واديتني القوه وعايز ابقى زيك. في الحقيقه انا بقيت مغامر لما كان عندي 24 سنه، ولكن اللي انت عملته في سن ال30 اكيد وراه دافع قوي. فبيرد عليه ايوه ده لان عندي حلم. بيقول له انا دلوقتي عندي 40 سنه بسعى ان اوصل للرتبه ايه، على الرغم ان الموضوع خد مني 20 سنه عشان اوصل للرتبه بي. فبيرد عليه انا بتطلع لمعركتنا في الاختبار، ولكن بيكون في خازوق مستنيه في اخر الطرق. بنشوف لينكس وهو نازل السلالم بيقول لازم اجتهد اكتر علشان اوصل. واحد بيقول له حس بالشرف لانك تتكلم معايا على انفراد. وطبعا عرفنا هو مين، راوتر الشمال. صاحبنا قاعد بيستمتع بالاكل فبيسمع خبر يقلب له ضحكته، وهو ان الممتحن بتاعهم مرض فجأة، وبسبب كده هيكون الممتحن بتاعهم هو راوتر. ويا عيني من الصدمة تف المية. ايه ده، هو قصده شمال ولا سمعت غلط؟ فبتقول له قابل بقى وما تنساش لو خسرت هيحصل فيك ايه. بنشوف واحد بيقول هو انتوا ما تعرفوش ده وصل الرتبة ايه وهو عنده 17 سنة وعبقري، وعلشان كده سموه راجل الألف قدرة. ولكن المشكلة في اللقب التاني، هو ساحق الرتبة اف. ليه بس؟ انا عملت ايه عشان يحصل معايا كل ده؟ لا ما عملتش حاجة، ده انت بس حطمت طموحات اخوه في تفاخر وهنت اخته وقد ايه هي ضعيفة. بنشوف راوتر وهو متعصب وبينفخ اللي بيمتحنه بقوته. هي دي مشكلة الطبقة الفقيرة، ضعاف جدا. واحد بينادي عليه وشكل صاحبنا بيتحضر له خازوق، وصاحبنا بيمشي حوالين نفسه وبيقول خلاص انا كده اتأكدت من موتي. بتقول له ليه مش واثق من نفسك؟ لو كلمات الناس بتأثر فيك فساعتها هتهز ثقتك في نفسك، وكمان تقدر تساعدك انك تاخد ثقة زيادة. يعني سلاح ذو حدين. انا واثقة انك تقدر، انت قوي وهتنجح في الاختبار وتتغلب على رجل العطر، وده من زمان، من اليوم اللي قررت انك تبقى فيه مغامر. بقولها شكرا ليك على اللي قلتيه، ده خلى الثقة ترجع لي تاني. بيجي طفل ويقول له انت هتمتحن الاختبار صح؟ باين انك مريت بمشاكل كتير في السن ده. وطبعا عارفين الطفل اللي تحت العباية ديت. فبيقول له اسمح لي اقرا لك حظك اليوم. واللي يخليك يا عزيزي المشاهد هتتجن ان بيقول له ما تقلقش انا مش هعمل لك حاجة. فبيصدقه اول ما يقعد بيختفي من المكان. بيقول الطفل ضحكت عليك، بعرف امثل كويس. فرينيت بتدمر المكان وتقول له ده كان سحر انتقال، وديته فين؟ فبقول لها ليه ممكن اقول لك. فبتشل حواجبه وتقول المرة الجاية في عينك. ولا ايه دي، هو ما راحش لبعيد لان اخر 100 متر بس. بنروح لصاحبنا وهو مستغرب ايه اللي جابه هنا. وبيجي الخازوق اللي كلمتك عنه يا عزيزي وبيقول للحارس اسف ولكن انت مضطر تتاخر شويه عن الاختبار. فبقول له متاكد انك ملخبطتش بيني وبين حد تاني؟ فبيرد عليه للاسف يا توتو مفيش غلط هنا. فبقول له انت هنا علشان تاخروني، مش مكسوفين من نفسكم؟ بطلنا عايز اجيب لك الجلطه قبل ما الانمي يخلص. ولكن بيتدخل ضيوفنا الاعزاء في الموضوع. الضخم بيقول له ريك انت عندك اختبار، بتعمل ايه هنا؟ بيجي واحد بيقول انت مين؟ امشي من هنا. وصاحبنا علشان ينقذهم بيقول دول كانوا بيساعدوني قبل الاختبار. بيرد عليه والله تمام انا كمان هساعد. انت يا راجل يا عجوز ارجوك انسحب، حياتك هتنتهي هنا. فبيحاول يضربه ويخلص عليه ولكن السيف بيكسر. وبيقول حلو عززت قوتك لحد معقول، ولكن فشلت انك تقوي سلاحك، فطور من نفسك شويه. وبعدها بيكسر له عظم ايده، وبعدها بيشفيها له بكل سهوله ويرجعها له زي الاول. ودول مصدومين ومش مصدقين اللي حصل. بيقول له ايه يا ريك، كل مكان هتروح هتقابل مشاكل ولا ايه؟ في الحالة دي هحل الموضوع بالتفاهم. وبيجيب سلاح رشاش محترم وبيكون جواه رصاص مشبع بالسحر. اللي هناك بيقولوا شكله فريسة سهلة، يلا يا شباب. فبيقول لهم جاهزين وبيفرتك فيهم الرصاص. فبيقول له ريك ايه ده، هتموتهم كده؟ فبيقول له انت كمان عايز تضرب نار؟ فبيقول له اكيد لا. واحد بيقول لو كنتوا بتقدروا حياة الطفلة دي فمحدش يتحرك. فبيقول له ريك انت مستوعب اللي بتعمله؟ انت بايع حياتك بالسهولة ديت؟ فبقول لها ريك هو عايز يلعب معاكي، قال لي سيرت سمباي. فبتقول له بجد؟ طب عايز تلعب ايه؟ فبيضربها ويقول لها اسكتي. فبترد عليه ايه اللي انت عملته ده، وتخلص عليهم بكلمة منها. فبيقول العجوز عندها 10 سنين وهي أقوى ساحرة مصاصة دماء عبقرية، ولقبها طفلة الدمار الشيطانية. والتاني نص قزم نص إلف على الرغم من شكله، ولكن عنده أكتر من 50 سنة وهو أعظم حرفي أسلحة في التاريخ، ولقبه عامل الألف عام ميزد الدوارف. والأورك ده عنده قوة بدنية وذكاء كبير ويقدر يستخدم كل تقنيات السحر الموجودة. ولقبه الوحش الحكيم بروستون أشور. وكلهم حزب بيتكون من الرتبة اس. بننتقل الطفل وبيقول لها هتفضلي لحد امتى ماسكاني كده؟ فبترد عليه
لغاية لما يجي ريك بيقولها مستحيل لأن المكان اللي بعته ليه مليان حراس، ولكن بطلنا بيصدمه ويوصل في نفس اللحظة. رينيت بترميه زي الزبالة وتقول له ريك أهلا برجوعك. بينادى عليه لينكس وهو متصاب وبيقول له إن راوتر اللي عمل فيه كده وإنه ما كانش قادر إنه يقف قدامه، ولما عمل كده سألني إيه هو حلمك، فبيقول أنا من منطقة فقيرة وفي أطفال عايزين يبقوا معمرين وعلشان كده عايز أبني ليهم مدرسة. فرد عليا وقال لي حسالة زيك عايز يبني مدرسة؟ أهو ده اللي كان ناقص، انتوا من كبار السن اللي خليتوا العالم ما كان أوحش. فبيقول له ريك مش مهم امتى الشخص يبدأ، وبيمشي وهو متعصب وبينتقل لراوتر اللي لسه بينفخ اللي بيمتحنهم وبيقول ملكوش فايدة. واحد من الختم بيجي يقول له احنا آسفين معرفناش نعمل له حاجة. فبقول ايه ده، هو جاي؟ أنا مستنيه هشوف هيعمل ايه. وبيكون بطلنا ناوي إنه ياكل علقة موت. وبنشوف راوتر كالعادة بينفخ واحد من اللي بيمتحنه. بنشوف واحد من بعيد بيتفرج ويقول أنا مش مصدق نفسي، ده مستوى اختبار من الرتبة إيه. بيبص لينا مرة واحدة ويقول ازيكم عاملين إيه، أنا أدولف شرفت بمعرفتكم. سمعتوا قبل كده عن القدرات الأساسية الأربعة؟ وبنعرف إن القدرات الأربعة هما القوة الجسدية والتحكم بالجسد والطاقة السحرية والتحكم بالسحر، وهي دي الحاجات الأربعة اللي بتبني قوة المغامر. وبيكون كمان عنده القدرة إنه يعرف درجات القدرات الأساسية الأربعة للأشخاص. فبيبص على راوتر علشان يشوف درجته في القدرة، فبيلاقي إن طاقته السحرية عالية جدا. وكمان بيكون من الخطر إنه يبص على شخص قوي لأن عينه ساعتها بتوجعه. فبيبص على الناس اللي بتمتحن وبيلاقي صاحبنا، فبيقول ايه ده، ما تقوليش ان ده يمتحن في سنه ده. وبيجيله فضول انه يعرف درجة صاحبنا في القدرة، ولكن بنشوف ان صاحبنا متفوق جدا في القوة الجسدية والتحكم بالجسد والتحكم بالسحر، وما جاش خالص في الطاقة السحرية. ومن القوة اللي شافها عينه خلاص هتروح منه. بنشوفها لسه بتروح لرين وتقول لها انا شفتك امبارح مع ريك سمباي، كمان بالمناسبة انا كنت شغالة معاه لما كان موظف استقبال في النقابة. بتقول لها بجد، وانا كمان عضوة في نفس فريق ريك. فبتنادى عليها السريت احنا قاعدين هنا تعالي يلا، بتعملي ايه عندك؟ بتقول لها رينيت حابة تقعدي معانا؟ بتقول لها طبعا، ده انا دايسة في اي حاجة. ميزيد بيقول لرينيت ما تيجي تقعدي جنبي المكان فاضي. فبتقول انا لو عملت كده فانت يا زبالة هتحرش بيا، انا برفض عرضك. بيقول لها انت قاسي قوي، بالمناسبة مين دي؟ فبترد عليه دي زميلة ريك لما كان بيشتغل في النقابة واسمها أليسا. فالكلب طبعا لا هدف أحسن، فبيقول لها تعالي المكان فاضي جنبي يا أليسا. بتاخدها رين بعيد عنه وتقول لو عملتي كده هيتحرش بيكي، ده كلب وأنا عارفاه. بنشوف صاحبنا بيخش المكان والمعركة قربت تبدأ. برستون بيسأل لرينيت ايه أخبار المبتدئ بتاعنا؟ بتقول له ما تقلقش هعدي الاختبار بسهولة من غير ما يحصل حوادث. فبتقول لهم يا أليسا ازاي، ده الممتحن اللي يمتحنه هو راوتر. فبيقول برستون وماله ده؟ فبترد عليه راوتر من الرتبة ايه، ودايما بيهزم اللي بيمتحنهم ويهينهم. بقول لها مدام كده خلاص مش هيبقى في مشكلة. أخته بتشجعه وبتقول اهزم الأحمق الأربعيني ده اللي ورانا الويل. وبيجي أخوه يقول وانا كمان كفايه اللي حصل فيا انا اتمرمطت. بيقول له الراوتر ما كنتش متخيل انك تقدر تهزم الحراس بتاعنا، ولكن عادي لانهم في النهايه عباره عن فلاحين تافهين. من الافضل ليك ما تحطش في دماغك ان زيهم، لان انا النبيل العبقري مش اي حد. بيقول جواه عندك حق، من النظرة الأولى أقدر أعرف، ولكن عايز أسألك سؤال، ليه بقيت مغامر؟ بقول له إيه السؤال الغبي ده؟ أكيد لأن عندي موهبة وكمان مع إني نبيل، ولكن لما أبقى مغامر ده هيزود من مكانتي، وقريب جدا أعتزل مهنة المغامر لأني زهقت منها، كفاية إنها تزود من مكانتي. ويرد عليه فهمت، في الحالة دي أنا ما ينفعش أخسر قدام شخص زيك. فبرد عليه راوتر هنشوف لحد إمتى هتقدر تستحمل. بيقول له اجهز دلوقتي. بيضرب عليه طلقة جليدية من سحر الطبيعة للمستوى الأول، ولكن صاحبنا ما بيتحركش من مكانه ولا كأن حاجة حصلت. بيقول له ايه ده مالك، انت من كتر الخوف ما قدرتش تتحرك ولا ايه؟ صاحبنا بيتكلم نفسه يقول ما تخليش الغضب يسيطر عليك، خليك هادي وفكر كويس. وبيفتكر قبل المعركة ما تبدأ رينيت بتنصحه ان اول دقيقة يتملك اعصابه ويراقب تحركات خصمه. بيقول راوتر براحتك لو مش عايز تهاجم، استحمل بقى. فبيضرب عليه سحر الطبيعة من المستوى الثالث. يقول صاحبنا ايه ده، سحر الطبيعة المستوى الثالث من غير ما يقول التعويذة كاملة؟ ولكن انت فاكر ايه يا صديقي، صاحبنا مش بالسهولة دي ينهزم، مش بيحصل له حاجة. بروستون بيقول لا لسه ايه دي يا بنتي، حاجة تافهة زي كده بالنسبة لريك ما تعتبرش ضربة اصلا. فبترد عليه تافهة ايه يا حاج، انت مش شايف قوة الضربة؟ ولا انت عارفة ايه هي القدرات الأساسية اللي بتحدد قوة المغامر؟ فبتقول له ايوه. بيقول لها طبعا بالنسبة لتطوير الطاقة السحرية لازم الشخص يطورها وهو صغير، يا اما مش هيبقى في امل انها تزيد في المستقبل. بترد عليه وتقول له ايوه ده لازم يحصل قبل ما الشخص يوصل لسن العشرين. فبيرجع بينا المشهد لورا وبروستون بيقول لريك ركز معايا، الحاجه الوحيده اللي هتعتمد عليها هو جسمك، ودلوقتي اول حاجه لازم نعملها هنروح للقريه اللي جنبنا. فبقول له تمام وكل حاجه، بس ليه الحاجات دي مربوطه على رجلي؟ فبيرد عليه مش هتسبب لك مشكله، وكمان بما اننا لسه بادئين فهي 100 كيلو بس. بقول له انت فاهم انت بتقول ايه، ده معناته انها تقيله جدا. فبقول له ما تقلقش وكمان خلي بالك الغابه ديت فيها وحوش كتيره وقويه. ولسه مخلصش كلامه فبيلاقي مجموعه من التعابين بتجري وراه، وبيقول لها عشان يعوض النقص في الطاقة السحرية فبيتدرب بشكل مكثف بالثلاث عناصر التانيين. راوتا بيقول لصاحبنا اجهز بقى لأن الضربة الجاية هتبقى مؤلمة جدا وأقوى من اللي قبلها.
وبيضربه بسحر الطبيعة من المستوى الرابع قاطع الأعاصير، ولكن صاحبنا ثابت زي ما هو إجابة ما يهزك ريح. واللاعب بروستون بالنسبة للقوة البدنية أنا ضربته من الصفر، وميزيت كان بيعلمه إزاي يتحكم بالسحر بتاعه وبتقول لارسيت وانا وريكي كنا بنلعب بالسحر مع بعض، واضح لما كان هيموت من كور النار بتاعتك. اما رينيت علامته ازاي يتحكم في جسمه. ايه ده انا كنت مفكرك ان مجرد خادمة عادية. وبيكمل كلامه ويقول ان ريك استفاد جدا من تدريبات الاسيا اللي مر بيها، وبالفعل بقى من رتبة اس زينا. بتقول له رينيت على الرغم انه قوي جدا ولكن هو غبي ما يعرفش الكلام ده، ولكن بيكون ده غلط بروستون في الحقيقة، لان الحاجة اللي محتاجة قوة ورتبة كبيرة عشان تنكسر فبيحسسه وقتها انها سهلة واي حد من الرتبة اف يقدر يعملها. بنشوف راوتر بيقول لريك انتوا مفشين من الدرجة التالتة اللي عايشين في الأحلام وناسيين الواقع، تستحق اللي تتعذب على ايد واحد زيي. وبعدها بيقفل عليه صخرة في النهاية، ولكن صاحبنا عادي ولكن حاجة حصلت. فبيقول راوتر قوتك دي بدأت تزعجني وبدأت أتعصب، خلاص تمام أنا هخلص عليك بإيدي. وبيجهز نفسه علشان يضربه، ولكن صاحبنا عادي يصدها بكل سهولة. فهمت رينيت كان عندها حق، أنا كنت مركز بس على الطاقة السحرية اللي بيتولد بها الشخص. هو عنده طاقة سحرية كبيرة ولكن بقية القدرات الأساسية التانية سيئة جدا، علشان كده مستحيل أخسر قدامه. عادي دي أكيد كانت ضربة حظ معاك. وبيجهز له ضربة قوية برضه، ولكن يا صديقي صاحبنا بيصدها بإيده بكل سهولة. فبيقول ميزت هو استخدم سحره بدقة عالية علشان كده قدر يصدها بكل سهولة، حتى كمان مستخدمش جزء من 100,000 من الطاقة اللي بيستخدمها الخصم بتاعه. وبيحاول الراوتر يهجم عليه تاني وصاحبنا بيقول له طب بطيء جدا، ولكن الراوتر في اخر لحظه بينقذ نفسه. انت ضعيف جدا، ده حتى انا مستخدمتش السحر، ده كل اللي انا عملته كان تحكم بالجسد بس، وكمان مستوى دقه السحر بتاعي بيعدي بكتير سحر التعزيز بتاعك بمراحل. طب بما انك عندك سحر قليل ازاي في السن بتاعك ده بقيت قوي جدا خلال عامين بس؟ انت بتسالني ازاي؟ ده انا شفت الموت بعيني، ده انا ما تسمحليش ان اخرج من عرين التنين الا لما قتلته، ده انا شفت ايام عمرك ما تشوفها في حياتك. ثانيه واحده او مر بالحياه دي كلها وهو ماتش خالص؟ بيقول لها بروستون ايوه مات. بتقول له ايه مات ازاي؟ لان لما كان بيموت كان قدرة الشفاء بتاعتي تقدر تعيد له الحياة تاني. وبنشوف قد ايه المعاناة اللي كان بيعانيها معاهم وقد ايه التدريبات كانت قاسية جدا. فبقول لراوتر حتى لو تدريب القاسي جدا ده موجود فايه هو الدافع بتاعك؟ فبقول له انا زي لينكس الراجل اللي انت اذيته، وحلمي كان هو الدافع بتاعي. فبقول له ايوه الاحلام والكلام العبيط ده، طب ايه هو حلمك؟ فبرد عليه هزيمة اقوى وحش في العالم كايزر السابيت. ايوه زي ما سمعت يا صديقي كايزر. فبيضحك عليه ويقول له انت بتتكلم بجد؟ مش ده الوحش اللي كان بيظهر في اساطير البطل ياماتو؟ فبيقول لها ايوه صح، وده كمان هدفنا اننا نخلص عليه. اساطير ايه؟ دي قصه قبل النوم، وكمان انا تعبت من احلام العصر اللي انت عايش فيها ديت. وبيستخدم عليه سحر الطبيعه من المستوى السابع وبيثبته في مكانه. ودلوقتي هوريك الموهبه الحقيقيه وأعرفك مقامك كويس، وكمان اتفرج على أعظم سحر يقدر الإنسان يستخدمه، سحر الطبيعة من المستوى الثامن. وكل اللي في المدرجات بيكونوا مرعوبين من اللي بيشوفوه، إنه بيكون اتحول لوحش ضخم وقوي جدا. ودلوقتي اركع على رجليك واستسلم لنهايتك. فبيستعد صاحبنا عشان يضربه بضربة هوائية. فبيقول له ايه ده؟ ايه اللي هتعمله بسحر اساسي زي ده قدامي؟ فبرد عليه انت تعرف كم مرة استخدمت السحر ده؟ فبرد عليه قد ايه يعني؟ اكيد 4 و5 مرات. قليل. فبيرد عليه ويقول له قليل؟ انا استخدمت السحر ده يا ابني 100 مليون مرة. فبروستون بيقول لها قبل ما تصدم وتقول أي حاجة يقدر يعمل كده لو استخدمنا سحر الزمكان الخاص. بقول لك ايه، انا تعبت من كتر الكذب اللي انت بتكذبه ده، ودلوقتي هتشوف المعاناة زي اللي مر بيها لينكس افوقك من الحمل اللي انت عايش فيه ده. فبيقطع صاحبنا الحبال من عليه بكل سهولة، والاتنين بيضربوا بعضهم في مشهد تاريخي وقوي. وبنشوف ان جسم الوحش بدأ يتكسر اكتر واكتر، وراوتر مش مصدق وبيقول ازاي ده حصل، وبيتدمر الوحش وبيقع راوتر في المدرجات ويغمى عليه. وبعد ما الاختبار خلص وصاحبنا ماشي في الطرقة بيقابله الفريق بتاعه ومعهم أليسا وبيهنوه على المجهود اللي هو عمله. بيرد عليهم وانا بقيت اقوى بكتير صح؟ والله في الحقيقة انا مش عارف ليه كان عندي فكرة غلط عن الموضوع طول الوقت واني ضعيف، ولكن شكرا لكم جميعا على اللي انتوا عملتوه معايا. بقول له ارفع راسك ما تحرجناش، انت اصلا بقيت واحد مننا. بنشوف راوتر داخل المكان وبيقول لاخواته سيبوني انا كويس دلوقتي، واخته بتقول له كويس ازاي؟ لازم تعالج نفسك. فصاحبنا بينادي عليه ويقول له دلوقتي بتسأل نفسك ازاي واحد عبقري زيك يخسر قدام واحد بدل ما اتاخر زيي صح؟ بيقول له انت عايز ايه دلوقتي؟ انت جاي عشان تتمسخر عليا ولا ايه؟ بيقول له اتمسخر عليك ليه يا ابني؟ انا بس هنصحك نصيحه، استخدم تقنيه واحده بس وافضل كررها دايما لحد ما تتقنها. بيكون راوتر برضه معاند ويقول له في الاختبار الترقيه الجاي اكون انا اللي بمتحنك برضه، وقتها انا اللي هكسبك، فاحسن لك تكون مستعد. وقبل ما يمشوا بتشكره اخته، وبيجي الوقت عشان يعلنوا فيه اسماء اللي نجحوا في اختبار الرتبه ايه.
وقت الراجل ما بينده لسامي بتقول له رينيت انت كنت متوتر جدا وقت الاختبار التمهيدي، فبيرد عليها ويقول لها ايوه لاني كنت بفكر في حاجه معينه، ويفتكر لما كان صغير كان بيقرا ان اللي هيهزم الوحش الاخطر كايزر السابيت ساعتها الشخص ده هيحصل على كنز هيحقق له اي امنيه وهي سجلات اكاشا، ولكن ما فيش حد يقدر يهزم الوحش ده، فبيكون صاحبنا فرحان وبيحط ده هدف قدامه انه يحققه لما يكبر، علشان كده بيروح لابوه وامه ويقول لهم ان هو عايز يبقى مغامر، فبيقول له ليه عايز تبقى مغامر؟ فبيقول له انا عايز ابقى زي ياماتو، فامه بتقول له المغامره يا ابني عمل خطير جدا وممكن تموت في اي لحظه، وعلشان كده يفضل تختار حاجه تانية غيرها، فابوه بيقول له لحد امتى هتصدق الخرافات ديت عن اساطير البطل ياماتو، وكمان يفضل انك تفكر في وظيفه كويسه وتستقر فيها. وبعد ما صاحبنا يوصل سن معين بيروح عند المستشفى علشان يكتشفوا اذا كان عنده مهاره او لا، الدكتور بيقول له الف مبروك اكتشفنا ان عندك مهاره فطريه، وكمان الاشخاص اللي عندهم العلامه ديت نادرين جدا وانت واحد منهم، ولكن احنا ما نعرفش ايه مهارتك الفطريه لسه، فبيقول له هل ده معناه ان عندي نفس القوه بتاعه ياماتو؟ فبيرد عليه الدكتور تقصد اساطير ياماتو؟ ايوه عندك نفس القوه، ولكن دي مش حاجه تقدر تظهرها بالتدريب، عشان كده لازم تستنى لغايه ما تظهر لوحدها. فبيكون صاحبنا فرحان من الخبر اللي سمعه من الدكتور، وبيقول ان اول ما تظهر مهاراتي هقول الكلام ده لابويا وامي بكل فخر، وطبعا صاحبنا زي اي طفل بيحكي لاصحابه على اللي حصل، فبيسالوه مهارتك ظهرت ولا لسه؟ فبيقول لهم اكيد مش تظهر في يوم وليله يعني، وبعد ما عدى سنه صاحبه بيساله لسه مهارتك ما ظهرتش ولا ايه؟ صاحبنا بيتعب من كتر السؤال، فبيقول له تقريبا مش هتظهر وانا لسه طفل. بنشوف في نهايه اليوم وصاحبنا بيحاول يطفي شمعه بالسحر ولكن مفيش حاجه بتحصل، وبعد ما كبر صاحبنا صاحبه بيقول له عادي يا ابني في حالات كتير مش بتظهر لها المهارات على الرغم من وجود العلامه، فبيقول له خلاص يا عم عارف الكلام ده تتعايرني ولا ايه؟ بيكون صاحبنا راجع للبيت ومعاه خبر ليهم، فامه بتساله هو انت اتعينت ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه عينوني موظف استقبال في نقابه اسمها تايجر رود، فابوه بيقول له ايوه كده وظيفه محترمه وتقدر تستقر فيها انا فخور فيك، امه بتقول له بالمناسبه ديت عامل لك اكله تاكل صوابعك وراها. بنشوف صاحبنا رايح للنقابه وبيتعرف على الموظفين اللي هناك وبيكون مصدوم من كميه الشغل المطلوب يخلصها، وكمان بيتعرف على واحد اسمه زايد، وكالعاده صاحبنا لما يخلص بيحاول يتمرن على السحر ولكن مفيش فايده ولا بيحصل حاجه، ودي بتبقى حياه صاحبنا روتين معتاد كل يوم بيعمله، ولكن برضه صاحبنا منساش هدفه وحلمه اللي عايز يوصل له. بنشوف في صديقي أليسا وبتقول للمغامر احنا اتأكدنا انك خلصت مهمة تفشي السلايم الكبير ومش بتكون عارفة المكافأة اللي هتديها له قد ايه، فبيجي ريك وينقذها من الموقف اللي هي فيه وبيقول له اتفضل مكافأتك 20,000 لوك، فبيشكره ويمشي من المكان، فبتشكره على اللي هو عمله معاها، فبقول لها على ايه يا بنتي خدي وقتك على ما تتعلمي، وكمان الوحوش ظهرت في المدينة علشان كده لازم نعلن عن مهمة جديدة، ولو في الآخر دي مجرد وحوش اتطردت من المكان اللي عايشة فيه ودلوقتي متجهة ناحية المدينة، وفي الغالب بتبقى وحوش من المستوى المنخفض، فالمخابرين من الرتبة دي يقدروا يتصدوا ليها بكل سهولة، فبتقول له تمام هروح واجهز كل حاجة علشان نتعامل مع الموضوع بسرعة، فبيدخل زايد النقابة وهو مبسوط ومفتخر بنفسه، صاحبنا بيقول له مالك يا زايد شكلك مش مطمني، فبيوري له وسام الرتبة بيه اللي وصل لها، وبيقول له بالطريقة ديت اقدر اكسب اكتر من خلال اني اغامر لوحدي، وبيهنيه بطلنا وبيقول له الف مبروك يا زايد تستاهل. بيكون صاحبنا ماشي في الشارع وبيقول ان زايد وصل للرتبة بيه وانا بقيت في نفس المكان لمدة 14 سنة بأدي نفس الشغل كل مرة، ولكن انا لو بقيت مغامر لكن زماني دلوقتي ايه ده ايه فايدة التفكير بقى دلوقتي ما اللي حصل حصل، وبيلاقي واحدة بتصوت وبتقول في وحوش، فبيقول صاحبنا ايه ده ظهروا بالسرعة ديت، وبنشوف ترول عملاق في المدينة وبطلنا مستغرب ايه اللي بيعمله وحش من المستوى المتوسط هنا، وبتكون رينيت معدية من المكان فبيحاول ينقذها وهو انه يقف قدام الوحش، فبتقول له ابعد لو سمحت من قدامي، وتقطع الوحش حتت بكل سهولة وبتشكره انه حاول ينقذها ولكن ما تقلقش انا مغامرة واقدر اساعد نفسي، بيمشي معاها صاحبنا في نفس الطريق وبيقول لها كنت بحاول انقذك ولكن في الاخر انت اللي انقذتيني، بالمناسبة اسمك ايه؟ فبتقول له اسمي رينيت، وبيقول لها انا اسمي ريك انت كنت قوية جدا وانت من الرتبة بي، فبتقول له لا ايه ده يبقى من الرتبة ايه؟ دي اول مرة ليه اشوف مغامر من الرتبة ايه؟ بتقول له لا برضه انا مش من الرتبة ايه، بقول لها امال انت من انهي رتبة؟ بترد عليه وتقول له انا من الرتبة اس، ايه ده انت بتتكلمي بجد؟ بتقول الشائعات ان المقر الرئيسي بيخرج سجلاتهم من النقابات المحلية وبيشرف عليهم بشكل مباشر لانهم بيكونوا نخبة المغامرين، بيقول لها بما اني اتشرفت بمقابلة مغامرة من الرتبة اس فممكن اسالك سؤال غريب شوية بس ما تضحكيش من اللي هقوله، فبترد عليه وتقول له قول ما تقلقش انا لما كان عندي 8 سنين ما ضحكتش لغاية دلوقتي، فبيقول لها الموضوع ما فيه لما كنت طفل كنت بحلم اني ابقى مغامر وهزم كايزر السابات وكمان عندي مهارة فطرية لسه ما ظهرتش، ولكن بغض النظر عن ده لو حاولت ابقى مغامر دلوقتي وانا في سن ال 30 هل ممكن انجح؟ فبتقول له بص انا مش هضحك عليك انت عندك الشجاعة ودي صفة مهمة عند المغامرين، ولكن المهارة السحرية لو ما طورتهاش وانت صغير مستحيل تطورها بعدين، علشان كده لو حاولت تبقى مغامر فمش هيكون قدامك اي فرصة انك تنجح، فبيحاول يخبي زعله ويقول لها عندك حق كفاية ان اخدت نصيحة مغامرة من الطراز الاول، وكمان
جه الوقت بقى ان اتخلى عن الحلم اللي انا متمسك بيه ده من سنين. فبتقول له اسفه جدا اني وصلتك لكده. فبيقول لها لا، ده انا المفروض اشكرك انك قلت لي الحقيقه. وبيهزر كده وبيقول لها ايه رايك نتغدى مع بعض. فبتوافق على الغدا. فبيقول ايه بجد اللي انا سمعته ده. وطبعا صاحبنا بيكون في قمه سعادته لانه تقريبا كده ما كانش في واحده بتعبره ولا بكلمه طيبه. وقت ما هو فرحان وعمال يتنطط في الشارع وراح يقابلها بيكون وقتها الناس بتجري لان بيكون في وحوش. فبياخد الصدمه يا عيني وبيقول اشمعنى النهارده ليه حظي كده. فبيسمع ضرب جنبه وبيروح يشوف في ايه. ومش بيكون محتاج يقلق على حاجه لان الرينت خلصت على الوحوش وبتظهر وحوش تانية قويه من الغابه ولكن بكل سهوله صاحبتنا بتخلص عليهم من غير مجهود. مره واحده صاحبتنا بتفتكر موقف لما كانت صغيره وبتنهار من اللي شافته ومش بتكون قادره تقاتل تاني. فبيجي صاحبنا زايد وينقذهم من الذئب اللي كان هيقتلهم. وبيستظرف ويقول له يا ابن الناس المنطقه ديت فيها وحوش كتير وانت اخترتها في المكان ده بالذات علشان تخرجوا بره. وبيكون معاه 2 من المغامرين الاقوياء. فبيقول له خد البنت اللي معاك وابعدوا عن هنا واحنا هنخلص عليهم. وفعلا بيخلصوا على الوحوش اللي باقيه. فبيقول لها ما تقلقيش زايد هنا هو من الرتبه بيه ويعرف يحمينا كويس. فبترد عليه وتقول له ده برضه مش هيكون كافي انه يوقفه وكمان بقى قريب من هنا وهو تنين وكمان مش هعرف اقتله لان كل مره بحس فيها بسحر التنين بفقد السيطره على السحر داخل جسمي. يا ستي لا اكيد بتهزري، مستحيل تنين يظهر في مكان زي كده. ولكن فعلا بيكون في تنين وبيحضر المكان وكله بيكون مرعوب ومصدوم من اللي بيشوفوه ان قدامهم تنين. وطبعا مش هيكونوا قادرين انهم يواجهوا تنين. فزي بيقول لهم لازم نهرب من المكان بسرعه. فالتنين بيحوطهم بحاجز علشان محدش يحاول يهرب. وخلاص مفكرين دي نهايتهم ولكن صاحبنا بيتقدم وبيقف قدام التنين بيقول لهم كده كده هموت كلنا ولكن لو واجهت الشيء ده ساعتها ممكن اموت كمغامر. دي الفرصه اللي كنت بحلم بيها وطول السنين ديت وانا بعاني وجاي الوقت اني اعيش بالطريقه اللي انا بحبها. فزي بيتحمس من كلامه بيقول لهم يا شباب نخلي موظف استقبال يتقدم علينا احنا مغامرين برضه. وفعلا بياخدوا الثقه وبيهجموا على الوحش ولكن مفيش فايده برضه ولا اي هجمه بتاثر فيه. والتنين خلاص هيخلص عليهم بضربه واحده من نفسه ولكن في اخر لحظه بيلحقهم زايد. وبيقوم صاحبنا بعد الهجمه ديت وبيقف قدام التنين وبيخلص عليه التنين بايده. ولكن بتشوف حاجه بتقول انك كسبت مهاره. وبيكون صاحبنا لسه عايش وبيشيل ايد التنين بكل سهوله. والكل مستغرب هو ده فعلا ريك اللي نعرفه. وبيقول صاحبنا دي مهارتي الفريده ليه تاخرت كل الوقت ده يا غبيه. وبيصد نفس التنين اللهب والنار بكل سهوله وفي الاخر بيردها له بكل قوه وبيخلص عليه لدرجه ان راس التنين مش بتبقى موجوده. ومن كتر المجهود اللي هو عمله بيغمى على بطلنا. بيصحى بطلنا في المستشفى وتقول له رينيت خليك ثابت متحركش علشان جسمك ما يوجعكش وكمان كل دوائر السحر اللي في جسمك اتدمرت. فبيقول لها عدى وقت قد ايه وانا نايم. فبترد عليه وتقول له اسبوع وكمان استنيتك ده كله علشان ادعيك انك تنضم للفريق بتاعنا اللي بنتمي ليه هو قبضة اوريكا. وهدف مجموعتنا هو نفسه هدفك هو هزيمة قيصر السابات وكمان تقدر تبقى مغامر لانك وقفت قدام التنين بكل شجاعة من غير ما تستسلم. صاحبنا بيعيط لانه مش مصدق ان يبقى مغامر بعد كل الفترة ديت. فبنرجع لصاحبنا تاني في الوقت الحالي وبيتنده رقمه ضمن اللي نجحوا في الاختبار. وبتهنيه رينيت ان دلوقتي بقى مغامر مؤهل بالكامل. وبعدها بمدة بيروح بطلنا عند لينكس علشان يطمن عليه ولينكس بيهنيه على نجاحه في الاختبار. وبنعرف ان لينكس خلاص هيخرج من المستشفى قريب وبيطلب من بطلنا انهم يتقابلوا وقتها. فريق بيسأله عن المكان اللي هيخرجوا فيه سوا ولكن بيفاجئوا بسؤال غير متوقع ويقول له عايز اقابل اعضاء الحزب بتاعك. فصاحبنا بيتصدم من اللي سمعه. شكلك هتوحشنا يا لينكس في ايامك اللي جايه. بنشوف بعد ايام قليله ان لينكس رايح للمكان اللي ريك قال له عليه وبيقول انا مش عارف ايه سبب انه يخليني البس اقوى المعدات عندي. فبيلاقي نفسه قصاد قلعة ضخمة جدا ومفكر انها قلعة ملك الشياطين من شكلها المخيف. ولما بيوصل بيرن على الجرس بتاع الباب فريك بيفتح له ويقول له ادخل يا حبيب اخوك وربنا يسترها معاك جوه. ولينكس مستغرب انه مفيش وحوش قابلها في طريقه. فبيرد عليه ويقول له الوحوش ما تقدرش تقرب من القلعة دي نهائي. فقال له مادام كده ليه انا لابس المعدات دي؟ انا كنت مفكر اني رايح احارب. يا ريت والله ولكن عشان ما ترجعش بيتك ميت. فلما تدخل هتعرف كل حاجة. واول ما بيدخل بيلاقي رينيت اللي بترحب بيهم ولكن بيقطع الاحترام ده دخول أليس. فلينكس مفكرها حتة عيلة صغيرة وبيتمنى ان بنته تبقى زيها مبسوطة وقوية. شكلك بتاخد بالمظاهر يا لينكس وده خطر على صحتك. لحد ما فجأة استخدمت السحر بتاعها. ووقتها لينكس كان واقف مكانه مصدوم ومش مستوعب ان طفلة قدرت تستخدم سحر من المستوى السادس بكل سهولة وخلاص هيودع الحياة لولا تدخل ريك اللي انقذ الموقف بسرعة وكان متعصب جدا منها. انا قلت لك 23,000 مرة ما تستخدميش السحر في القلعة. فنيت بتقول لها ان اللي عملتيه هيتخصم من ميزانية اكلك عشان نصلح اللي عملتيه في الجدار. فبتترعب من اللي سمعته وبتجري عليها وبتقول لها انا اسفة مش هتحصل تاني بس ما تقلليش اكلي. بقول لك ايه اروح معاه عشان لو سبتها مده اطول من كده مش بعيد تدمر القلعه. وانت روح مع رينيت. بيبص من الشباك فبيلاحظ ميزيت فبيروح له ويساله عن اللي بيعمله.
فبيقول له ده يا باشا مدفع اللعب الخارق واسمه باتريشيا، ما تيجي تجرب يمكن يعجبك. ودلوقتي كل اللي هتعمله انك هتمده بالسحر وتضرب، وبيدمر الهدف بالكامل وبيقع على الارض بسبب قوه ارتداد السلاح. وبيقولوا انهم لو انتجوا حاجه زي كده ساعتها تقلب اي معركه في العالم لصالحها. وهو ماشي في طرقه ومستغرب من الحاجات اللي بيشوفها، فبيلاقي اوضه مفتوحه وبيبص مستغرب انه فيها اورك. فبيقول له بروستون ما تدخل بدل ما انت واقف على الباب كده، فبيعتذر له وبيدخل المكان. وبيستغرب من كميه الكتب اللي موجوده، فبيرد عليه لان دي مكتبتي وطول ما الكتب حواليا بحس بالهدوء، وكمان قريت معظمها، ولكن في اخر فتره كنت بساعد ريك عشان يبقى قوي، فساعتها زاد عدد الكتب اللي ما قريتهاش. فبقول له لينكس انا مهتم انك تدربني انا كمان. صاحبنا بيكتب شهاده وفاته بايده، فبيقول له بروستون عجبني شجاعتك، هنشوف هتستحمل ولا لا. بنروح لميزته وهو بيقول لريك ان صاحبك راح لبروستون علشان يدربه. فبيتصدم ريك لان لينكس عايز يخلص على حياته بدري، وبالفعل بنشوف لينكس وهو بيقع من حافه مكان بسبب الاوزان اللي محطوطه على رجله، وبيقول خلاص يا ولادي مش هتشوف ابوكوا تاني. ولكن ريد بتنقذه وبيقع على ظهر خنزير بري ميت، وبيشكرها لانه لولاها كان اتكل على الله. وبتقول له عادي كان ريك زيك بيحصل له الكلام ده، اجمد شويه كده. فبيجي بروستون ويقول له انت بتعمل ايه هنا، تعالى يلا عشان تكمل تدريبك. وبياخده ويمشي من المكان. وفي نهايه اليوم بنشوف لينكس وهو فرحان انه لسه عايش. فبيقول له ريك ما هو علشان كده نبهتك، وعمرك ما تصدق اي كلمه يقولوها زي تدريب خفيف او هكون جد المره اللي جايه او ما تخافش مش هيحصل ده تاني. فبيقول له مزيد دي غلطتك لانك عارف اللي هنعمله، ومع ذلك جبته. وبيروحوا يشربوا كوبايتين شاي ويتكلموا شويه. لينكس بيقول له شكلها انسانه طيبه، فبيرد عليه وهو مكسوف ايوه عندك حق، طب ايه شكلك واقع يا صاحبي. فبقول له ريك مفيش الكلام ده، وكمان انا في الثلاثينات من عمري. بص يا صاحبي فرق السن مش هيمثل المشكله، تعرف انا وزوجتي الفرق ما بيننا 20 سنه. ايه بتتكلم بجد؟ واول ما بتطب وتقع في الحب كل حاجه بتيجي ورا بعض. وبروح بعدها لوقت العشاء. بيقول لينكس اكلك حلو قوي يا رينيت، دي اقل حاجه عندي. وطبعا أليس تطلب كمية كمان بعد ما خلصت ما شاء الله كتير، فبتقوم علشان تعمل لها كمية كمان. فبيقولوا لينكس ده وقتك انك تروح تساعدها، وده هيساعدك انك تتقرب منها. فبيسمع كلامه ويروح عشان يساعدها. هو فعلا ريك عنده مهارة فطرية بيقول له بروستون، ولكن بتتفعل تحت شروط معينة لانه ما يقدرش يتحكم في تنشيطها لوحده. وحتى من غير المهارة هو بقى بالفعل من رتبة اس، وبنعرف انه لو تم تنشيط مهارته واسمها الروح المتهورة فيقدر يعدي مستوانا بكل سهولة. بروستون بيقول له بما انك شغال في المركز كنت عايز اسالك على حاجه. اتفضل عايز تسال عن ايه؟ بيقول له سمعت قبل كده عن الاحجار السحريه اللي اسمها الجوهر السته، انت قصدك اللي موجوده في اساطير البطل ياماتو؟ ايوه، وهدفنا هو القضاء على كايزر الثابت، وبنعرف انها احجار سحريه بتفتح باب للمكان اللي عايش فيه كايزر، وبيتم تنشيطها كل 200 سنه، واحنا حاليا في المرحله دي، فبيطلع منها كميات كبيره من السحر. فبيساله ريك هل عندك اي معلومه تقدر تفيدنا؟ بيقول لهم حاليا مفيش، ولكن هشوف ايه اللي اقدر اوصل له في قسم المعلومات السريه. تسلم يا برنس، تعبناك معانا. بقول لك مفيش اي نصيحه تانية كويسه لاخوك، لانها للاسف كانت بتعرف تعمل كل حاجه وما كانش ليها لازمه. بنروح لنقابه المغامرين، واحده بتقول انا دلوقتي بقيت مغامره واقدر اهزم الوحوش. وبنلاحظ فريق ريك وبنشوف صاحب النقابه بيرفض انهم ياخدوا المهمه. فبقول له بروستون ليه؟ وكمان مستوى الخطوره 82 فمش هيشكل لنا مشكله. فبيلاقي ريك ان شرط قبول المهمه ان يكون شخصين من الرتبه ايه او عددهم يتكون من 4 اشخاص او اكتر. فبيقول بروستون خلاص هناخد معانا البت اللي هناك دي. فبيقول من عينيا احنا فداك يا برنس. فبيروح لها ويقول لها مش كان نفسك تبقى مغامره وتقتلي الوحوش؟ جات لك الفرصه، فايه رايك هتروحي؟ شكرا ليك. وبيسلمها تسليم اهالي. ولكن لما بتشوف ان في طفله وراجل عجوز فبتبدا تتفاخر وتقول ما باليد حيله، انا اسمي ري واساعدكم بقوتي في المهمه بتاعتكم. وهم ماشيين في الغابه ري بتقول للريك ما تقلقش انا من الرتبه ايه حاليا، ولكن في وقت قصير ابقى من الرتبه ايه. بيقول لهم بروستون قربنا من المكان، وبيلاقي ويفرن قدامهم نعرف انه يقدر يستدعي الكثير منهم. فبتقول لهم انت عندكم خطه؟ فبيتقدم بروستون ناحيته وبيضربه بلكمه ايده ويقول له ابعد عن طريقي. وريه مصدومه من اللي شافته. فبيقول لها الخطه زي ما انت شفتي خلص عليهم. طب لو ظهر كتير منهم هنعمل ايه؟ طب ده سؤال برضه يتسأل. فبياخدها ريك في مكان بعيد علشان ما تأذيش. انتوا عايزين تموتوني؟ مش كفايه ناقص من عمري 30 ثانيه بسبب اللي حصل؟ وبيقع مره واحده جنبهم ويفرن، وبيكون ساعتها بروستون وأليس بيخلصوا عليهم وبيلحقها بسرعه قبل ما تموت. وبيكون ويفرن احمر قريب من كونه تنين في قوته. بتقوله احنا لازم نهرب، وكمان اي شخص من رتبه ايه هيواجه صعوبه في قتله. بيقول لها هرب انتي وانا هواجهه؟ انت مجنون، انت بتروح للموت برجلك، ما تقلقيش عليا انا اقدر اتصرف. فتقول له لا في الحاله دي مش هسيبك وهقتله معاك، ولكن انت مش مضطره تعملي كده.
فبترد عليه ولكن ياماتو ما كانش هيستغنى عن الحزب بتاعه ابدا، فبيقول لها عندك حق، ما تنسيش تدعميني بقى، ولسه بتحضر ضربته علشان تساعده يكون صاحبنا خلص عليه وطير راسه، وشكلها من كتر الصدمات هتفقد النطق، وبتقول له وهي هتتشل ليه طلبت مني اساعدك. بيروح بعدها لنقابة المغامرين، وبيجي صاحب النقابة علشان يطمن انها رجعت سليمة، وتقول له انت بعتني بكل سهولة، فبيرد عليها ويقول لها ما كنتش اقدر ارفض، كلهم من مستوى اس ويعتبروا اقوى حزب في القارة. بنشوف واحدة من جواهر الستة الزهرة القرمزية، بيقول بروستون نقدر نستخدم الرنين السحري بتاعها ونلاقي بقية الجواهر الستة المتبقية، فميزيد بيستعمل عليها سحر الطبيعة من المستوى السادس، وبتظهر كخريطة وشكلها مدينة كبيرة متطورة. فبيقول بروستون إن دي أرض هيراكتوبيا وفيها فنون القتال، وهم مشهورين بالكولوسيوم، وبننتقل لمشهد واحد بيتضرب في قتال. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية، فما تنساش تكون عامل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.